ماشيه في السوبر ماركت لقيت لكم الكيس العسول، شكله باين ان هو ايه، كيكه المج. كيكه المج من كوكس بقى اكيد حاجه تانية خالص. كوكس يا جماعه انا برشحها في كل المنتجات بتاعت جد، تديكوا نتيجه مضمونه. بس ده ما يمنعش برضو ان احنا هنجرب كيكه المج بتاعتها، اقول لكم رايي فيها ويا ترى حلوه ولا بلاش منها. المهم يلا بينا بقى وسيبنا من الكلام الكتير اللي على الكيس، تعالوا ندخل على طريقه التحضير على طول. والاهم من كل ده يا جماعه ان هي بتتحضر في دقيقتين بس. هفضل يا جماعه اقول لكم كوكس 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 من هنا للصبح. انا كده لما بحب حاجه بافور في حبها. المهم يلا بينا نبدأ. اول حاجه نجيب المج، ودي طبسيه مش مج، وهنعتبرها طبسيه عامله نفسها مج. هنضيف محتويات الكيس بقى. بعد كده على طول هنحط اللبن شويه بشويه علشان ما هي ماي. بعد كده هنحط الزيت، ويستحسن يا جماعه يكون زيت نوع كويس، يكون زيت عباد او زيت اي زيت ملوش ريحه علشان النتيجه تطلع حلوه. ويلا بقى بينا نخلط كل الكلام ده بالمضرب. كترت مننا ثانيه واحده. هنضيف شويه لبن صغير ونقلبها لحد ما تظبط زي القوام اللي انتوا شايفينه ده بالظبط. هو ده بعد كده بقى دقيقتين بالظبط في الميكروويف. دقيقتين يا جماعه، ما يزيدوش عن دقيقتين علشان النتيجه تطلع مظبوطه والكيكه ما تنشفش. وها هي الكيكه يا جماعه قدامنا، شايفين الجمال، شايفين الطعامه، شايفين القوام باين. الحته اللي في النص دي كده هتلاقوها كده ايه فادجي كده، وهتلاقوها يعني بصوا يعني لازم تجربوها. عايزه اقول لكم ان طعمها تحفه، قوامها تحفه، سكرها مظبوط او اقل شويه من يعني سكرها بالنسبه لي اللي بيحبوا الدارك شوكليت هيموتوا في الكيكه دي. كيكه مش مسكره، ما تجزعش، طعمها تحفه، الشوكولاته بتاعتها نظيفه جدا. مش هتصدقوا يا جماعه ان الجمال ده كله ب 12 جنيه بس. يلا